مطروحة تساؤلات وشد أخبار فيها اللي هون وعبر عنه بطريقة والله بأخرى، وفيها اللي برا، وكاملة مشروعة معقولة موضوعية زينة. قال وعلاه يا جماعة، علاه يا جماعة تدرسوا الأصل الصراحة. سؤال مشروع تماما يسوى من طرح، وربما طرحته الناس كاملة، ومشروع بلو. وعلاش؟ وش المقابل؟ مع من فاوضتوه، وهل تلودوا المقابل والله لا مودة للمغرب؟ يعني مرضكم حد كذا، ركعتوا الضغط حد كذا. هذه أسئلة مطروحة يعني. في تقديرنا، في رؤيتنا، لأنه موضوع الأسرة اللي كان متسلي منه ما كان شيء أحسن، ما كان شيء أفضل للصحراويين في الظرف الحالي من ذاك اللي عدى في الوقت وبالطريقة وتوريط الوسطاء. موضوع الأسرى طالع عليهم الزمن، هم بشر ظالمين على الشر، قتلونا ايه ما تعقب على احد، وسعملوا كوسيلة إبادة لنا حق، هذا كامل حق، وما زالوا ضريق. ولكن منطق العالم لأنه الأسير في الحرب من ساعة يعود أسير يعود فم قوانين ثانية وأحكام ثانية ومبادئ ثانية وقيم ثانية يعاطى معاه بها، يعامل معاه بها. يعني قوانين الصليب الأحمر الدولي يقول، واللي هي القوانين المعتمدة من طرف الأمم المتحدة ومن طرف الناس كاملة، يقول قوانينه لأنه بمجرد توقف ليزوستيليتي ما هو ينحل المشكل السياسي المطروح بين متصارعين أو أكثر. بمجرد توقف ليزوستيليتي، توقف النار، يعمل الحل السياسي ما بدخلك غير بمجرد توقف النار. يعالج موضوع الأسرى بين المتصارعين، يا 2 يا 3 يا 10 اللي يبغى، هذا في قانون. ولكن احنا في مفاوضتنا بتفقريشنا والله بذكائنا والله بالظهر والله بكذا، ولكن قدينا نقبض في مخطط السلام الأصلي بند يقول على انه موضوع الأسرى يتم إنهاؤه مع دخول المرحلة الانتقالية. شنو هي دخول المرحلة الانتقالية؟ تعود المينورسو عندها سلطة متينة، بداو اللاجئين يدخلوا، يعودوا المينورسو عندهم يعني قوة، ويعود الاستفتاء موعود، خلاص راح له اللاجئين وكذا. هيك المرحلة هي قدينا نقلعوا وسط مخطط السلام للصليب الأحمر يعيد على الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثين الشخصيين والممثلين نتاعو يعيب عليهم الصليب الأحمر على داروا هذيك الفقرة، على ما يخلوا إلا قوانين الصليب الأحمر الدولي هي اللي تسير هذا ملف الأسرى وتقول على أنه بمجرد توقف ليزوستيليتي ينحل يبادلوا الأسرى. هذا البند
حمانا، هذا البند حمانا واستعملناه استعمال جيد. ونقولوا للعالم اللي ما هو قابل، العالم في راسه حقوق الإنسان وكذا إلى آخره ما تدخل راسه. عنكم انتم تنحبسوا غير ما اللي ما تدخل راسه عن عدوكم ينحبسوا، ما تدخل راسه. يعيبوا أهل الصليب الأحمر الدولي، قلت على الأمم المتحدة على هدار ذلبان، غير بعد حمينا روسنا منه. كل ما اشتدت الأخبار نقول لهم ها هذا موضوع الأسرة وهذا موضوع المأساة بحذافره. الأسرة جزء صغير منه، يا غير اللاجئين جزء كبير، يا غير حصار الأرض المحتلة وتقسيمها جزء كبير، يا غير الربط جزء أكبر من ذاك، يا غير المفقودين أكبر من ذاك، يا غير الأسرى الصحراويين كذا والشعب الصحراوي المشتت. هذه وضعية كاملة، مأساة حقيقية إنسانية مشى فيها الشعب الصحراوي كامل، وعناوا فيها مغاربة قليلين. انتم مخرسين الا مغاربة ذكور اصحاح ما يرضعوا ولاهم حمل ولاهم عليات ولاهم شيب ولا كذا الى اخره، وجايين يقتلوا الناس خرصوا لا هذا. هذه المأساة كاملة مسؤول عنها المغرب اللي هو اللي موقف مخطط السلام. اضغطوا على المغرب يفتح طريق المخطط السلام ينطلق، وذي المآسي كاملة بما فيها الأسرة تنطلق. اسمدنا من 91 إلى يومنا هذا، إلى أخيرا فوجئ هذا الضغط، ضغط إنساني. يعني حد يعود نايف، يعني حد يعود بريء، حد يعود بريء ويقول عنه لا ضغط إنساني. ما تخلط مع الضغط السياسي حق بعد أصل حق، ومستعمل الإنسانية يعدل الضغط السياسي أصل حق. غير بعد قدرنا نصرفوا الموضوع كل ما يعني صعبت الحالة وشفناه عنه عاد يضر أكثر من ينفع. نفسه شوية الربينة ينطلس شوية منه، نطس وحدين لحد 12 ألمانيا كذا، أمير قطر والقذافي يعني. طيب مشت الأمور إلى أخيرا طال الزمن التصريف شيشة ثم اللي مات لمقبول إنسانيا، مات لمقبول. وهما كبروا وهما مغاربة، ذاك معناه شنو؟ الحكومة المغربية، هذه الحكومة المغربية الغرب تختار، نعودوا قتلناهم النهار الأول، ومنين ماذا تختار نقتلوهم مضرب، ومنين ماذا تختار انتم مسكنينهم عندنا. ما غادي لها فروقيج، مغاربة لا يزنون شيئا عندهم. هذه 30 مليون فيها قفة، هذا العرش والمحيط به، وشي من البرجوازية وكذا إلى آخره، والشي الثاني شي من الحوفاة العراة يأكلوا البحر، والله يقتلوا الجبهة، والله يقتلوا أي حد ثاني. ما غادي لهم فيه. إذن غادي لهم فيهم فقط بالقدر اللي يستعملوهم ضدنا. هذه لازم تعود واضحة. غادي لهم فيهم باغيينهم بالغدر اللي يستعملوهم ضدنا، عادوا يستعملوهم ضدنا. إلا ما حد نحن مسكنين. طلستهم لهم
او طلسنا لهم ما هو حل لهم مشاكل، نكونوا حلينا لهم بهم مشاكل. لو كانت اللي المظاهرات مشيرة للمطالبة بإطلاق سراح، والله لو كانت اللي المقالات الصحفية واحد فصل واحد الحكومة المغربية ما جاب تصرح، والله لو كانت اللي الضغط على الحكومة المغربية بسبة الأسرى عند البوليسات، هذا قاع سمعتوا منه شيء؟ دايلو حد من المغرب يسوى هو من هو؟ ما هو خالد. الناس بلا قيمة، عندهم بلا قيمة. إذن باغيينهم يتموا عندنا، ياك يتموا يستعملوهم للدعاية ضدنا. شوفوا حابسينهم والجزائر وفوق تراب الجزائر وضد حقوق الإنسان، و20 سنة ويرقاش قاعد ينحبس 20 سنة شبقى من عمره، هو عمره قد يعود لا 60 والله 70، أمتي بين 60 و70، يا فهمتني؟ وتركتوه وانقطع نسلوه ومريض وموجوع وكذا إلى آخره. وهذا يجبر من يصنت له من العالم، يجبر من يصنت له من العالم. إذن يستعملهم ضدنا بهذا الأساس. ولكن ملي كذلك بتعود ما هي مسألة كبيرة حتى، ولكن بعد حقيقة هؤلاء أسرى ما حد أنهم هون الحكومة المغربية سالكة من ضغطهم فلوسهم واستعمالهم بالضغط على الحكومة المغربية تحسن لموضوعهم وتعوض لهم وتعطيهم وكذا إلى آخره. مشاكل، ولا كامل اللي قد نطلس منهم حسب اللي نسمعون من الأخبار، ما عندنا تفاصيل، ولكن حسب اللي عندنا من الأخبار عنه خلق لهم مشاكل جم. إذن لا احنا طلصنا المحابيس عليه. ما هو نتيجة ضغط الجزائر؟ راهي لا يوكل حد الحمى، حليفكم لا تسمعوا فيه كلام، المنجمين لا تسمعوا كلام المنجمين في حليفكم. راهو المغرب يزاح من عند مولانا وسطا غير المغرب يقلع منكم هذا الحليف الصحيح المتين اللي متين بالتاريخ ومتين بالمساحة الجغرافية ومتين بالبترول ومتين بالجيش، ولكن مل متين موقفه السياسي مع القضية الصحراوية. إذن راهي الجزائر ما طلبتنا يا جماعة باش تعود الأمور واضحة، راهي ما طلبتنا وراهي ما قد طلبتنا، ولو كان اللي فيها موت تطلبنا وفطنوانا اللي نقولوا لها بينا عزة روسنا، ما بينا قد نعودوا ما بينا عزتنا هي، ولكن بينا عزة روسنا. لو كان اللي يطلبهم منا الرئيس بوتفليقة اعملهم 2000 نعطوهم. سرع عقب الصيف شو يقولوا لها؟ مزغوبة. الجزائر تستحق كل خير منا، إلا عاد عندنا خير ينعطى، ولا سيما شظية من المحابيس المغاربة ما عينوا فيها. غير رأي المغاربة الجزائر ما طلبتهم منا باش تعود الأمور واضحة. هذا اللي يعني طارحين السؤال، الجزائر ما طلبتهم، وراي الجزائر ما ضغطت علينا في نطرس، وراي الجزائر ما قالت لنا نعطوهم لأمريكا، ولا الجزائر ما قالت لنا نعطوهم لها فهم لأمريكا، لا نهائي، باش تعود الأمور واضحة. هؤلاء الأسرى قيمنا، واللي ما هو باغي يتحمل المسؤولية خالق يتحمل المسؤولية مهما كان اللي فيها. قيمنا على مستوى القيادة السياسية وقلنا عنا نطلس طواعية من احنا قرار سيء من الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي ذهب، ما هي تحت يجعل حد يسوى هو منه. قيمنا ما تلهم تفيضهم عاد خيار ينطلسوا عنه يعد الحد بهم عملية سياسية. الأمور ذي هي المكاسب في الحرب، والله المكاسب في الصراع مع العدو،
توظف من الناحية السياسية، وتوظف في وقتها وفي السوق اللي تجيب فيه الشيء، في السوق اللي تجي فيه الشيء. قيمنا ما نظن كنا خاطئين، سلينا البساط من تحت المغاربة وقررنا على النص. ما مهبهب علينا حد، ما رايغنا حد، ما مفرصينا حد، ما قايل لنا حد كذا الى اخره، وما نحاسن اعظم من عشان. ودرسناه بالشهور عليه، قلنا عننا نقول جات لم كان في وجهنا، كانت في وجهنا الذكرى 20 ماي 32 اللي عدلنا في التفاريتي. طيب اتخذنا القرار، قال كيفاش نطبق القرار بقدريك كيف. قلنا عنه ازين شيء عدلوا حد وافيد شيء عدلوا حد. بعض رؤساء الدول الفاعلين في القضية الصحراوية بحكم قوتهم، والله بحكم مثلا قربهم منا، والله كذا الى اخره. طيب نشاورهم الى يتدخلوا في الموضوع، الى يطلبوا ويقبلوا على انهم يتدخلوا في الموضوع، يعني نقوموا بالمبادرة. فعلا طرحنا الموضوع من بين الدول، سمينا الجزائر طبعا، سمينا الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تماشي الأمور إلين خلت إلين انطلسوا. طيب من هو اللي نقدوا نصروا في طرف شيء للدهر، يقد يعود معناه غليظ ويعرف عنه صار له شيء وعد وضاع، ويقد يعود كنيسيس ومحيلي وإحنا بعد عدلنا المبادرة، عارفين على انه موضوع حساس، وعارفين على انه اعطينا عليه رفاقنا الصحاح ان كان ابطال ما فينا نقدر نشوفه، والصحراويات ما تلاقوا يقدروا يولدوهم هم كاع، ولكن من اجل التقدم بالقضيه الصحراويه. ما وياك انتم معدلينهم يعني اللون نلعبوا فيها، يعني مونيكا نلعبوا فيها، ياك نعملوها من الناحيه السياسيه القضيه الصحراويه. تقديرنا لانه الصدى اللي خلق في الكره الارضيه، لا يكذب عليكم حد، الصدى اللي خلق في الكره الارضيه والشيعة اللي شاعت بها الجبهه الشعبيه لتحرير الساقيه الحمراء وواد الذهب، من منطلق انها عدلت مبادره انسانيه فريده، في وقت المغرب يقمع فيها ويبط فيها ويحبس فيها، ومع ذلك شوفوا الجزائر شغلهم الشاغل، هو عدل المصالحة الوطنية بين قاتلين. تكبر الجزائر بهذا، حتى جبهة البوليساريو كبرت بهذه الدرجة من التسامح وهذه الدرجة من الإنسانية. جبهة البوليساريو معالم ارجع تقبض الموت روح، يشمع ذو الدول الثنتين، وما زال لأعلى مستوى جس النبط علت، ما هو لا في الجزائر ولا علت جريدة لوموند الفرنسية في مدريد على انها قبضت ذا القرار، وقبضتهم هذول
وعنه اللي حايل بينه معه وطبق لا القمع اللي وسلط على الصحراويين في 21 ماي، لا شيء آخر. هذا قرار الجبهة سيد، علمته. إذن راهي ما هي الجزائر يا جماعة؟ قلنا عدلنا إلى بريك حكمنا على أنه ما خالق شيء يقد يعدل والله يقد توظف فيه ذي الورقة اللي ورقة يعني وازنة، ورقة مهمة أحسن توظيف لها في تقديرنا. هذا هو. وهذه ورقة من ياسر من الوراق مازال قدام الصحراويين يلتهم يعملوه اينتو وكيفاش وكم لا يتوفر منهم. هذا الشعب يقد يزي شيء وقد ما يزي. كيف قلت لكم بينهم اللي لا يشك اللي حد على انه خلاص رانا قبضنا فيها ثمن سياسي. هذه محاولات سياسية تقد تجيب شيء وتقد تعود ما هي جايبة بعرة واحدة كده. يكون بعد شيء أكيد، شيء أكيد. مسألتين جابت، واحدة سحبنا البساط من تحت المغاربة استعمالها للدعاية المحالية لهذه الورقة ضدنا، والثانية ما ذيك هي ياسر من الشيعة شاعت به الجبهة كمنظمة مسؤولة محترمة تحترم حقوق الإنسان، تعدل المبادرات الزينة اللي فيها التسامح اللي فيها الإنسانية، في الوقت اللي المغرب يقمع المتظاهرين المسالمين. حقيقة كون هذه العملية جات في وقت اللي المغرب يقمع الناس والناس معدلين يضربوا عن طعم، كون انها جات في هذا الوقت يعني عمقت قباله، عمقت قباله شوفت الناس على المغرب حقيقة.